يا جماعة أنا شايفة إن يوم الجمعة ده كنز. يعني إزاي إن إحنا نضيعه؟ لازم 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 كده قاعدة أساسية تعمل حسابك إن أنت تصحى بدري يوم الجمعة عشان تبدأ اليوم من أوله، عشان تحس بجمال اليوم. إنما هتصحى متأخر أكيد مش هتحس بجمال اليوم، وهتحس إن يوم ده يوم الجمعة ده استغفر الله العظيم، بتحس فيه بملل، بنحس فيه إن اليوم مش عارفة متكركب كده ليه. طب ما أنت اصحى بدري. غير بقى إن طقوس يوم الجمعة غير روحانياته، الحاجات دي لازم تتعايش. تنزل كده تجيب بدري الفول والطعمية بتاعتك، تنزل تعمل رياضتك، تعمل أي حاجة جميلة كده يوم الجمعة الصبح بدري، وهتلاقي اليوم جميل. إنما هتقولي تصحى على أذان الجمعة وتنزل تصلي، أو أيا كان انت لو واحدة ست تنظفي الشقة من الجمعة. طب ما قبل ما تنظفي عيشي روحانيات اليوم صح، عيشيها بجمال كده، وهتلاقي اليوم جميل جدا. وجمعة مباركة علينا وعليكم يا رب إن شاء الله. وما تنسوناش من صالح دعواتكم.